نشوف رولات البطاطس باللحمة المعصجة. حلوة قوي، وصفة جميلة جدا ومشبعة وكلها فيها مواد غذائية حلوة قوي. يلا بينا نشوف هنعمل ايه. معانا 5 بطاطسات، يعني حوالي كيلو بطاطس. هنبشرها كلها كده طبعا ونقعها شوية في المية، وبعد كده صفيها. هتصفيها خالص، احنا مش عايزين فيها اي مية خالص. حلوة الوصفة، سهلة وبسيطة وهتعجبكم جدا، بس شوفوا الفيديو للآخر وما تستعجليش. هي وصفة حلوة قوي. شايفين؟ هنصفي البطاطس خالص من كل المية اللي فيها. وكمان هنبقى معانا ايه يا ست البنات؟ معانا فلفل اخضر وفلفل احمر وبصلاية وبقدونس. هنقطع البطاطس قصدي البصل شرايح صغيرة كأنك عملناها مبشور، بس طبعا احنا علشان مش عايزينه بمية. والفلفل برضو نفس الحكاية، هنقطعها شرايح صغيرة. عارفة كأنك بتعملي او بتحضري الشاورما، يعني الخضار بتاعك هيبقى متقطع شرايح صغيرة ورفيعة. نفس الكلام مع الفلفل الاخضر، وهنحط كله على بعضه، البصل والفلفل والبطاطس. وكمان هنحط حزمة البقدونس، حابة تحطيها بقدونس كزبرة دي اللي تريحك زي ما انت عايزة. هي كلها حلوة قوي. هنا بنقلب طبعا الخضار مع بعضه. وتعالوا نكمل نشوف هنحط كام بيضة. هنحط 3 بيضات. لازم البيض علشان يمسك البطاطس. معلقتين نشا وملح وفلفل اسود، وقلبي كويس قوي، اخلطيهم مع بعض تمام التمام. ويلا بينا بقى، هتشوفي هتعملي ايه. هاتي صينية بقى المقاس اللي عندك الحلو اللي يناسبك، وحطي فيه ورقة زبدة، ده الافضل يعني. وانزلي بالخليط وافرديه كويس جدا علشان هندخله الفرن. حبة زيت كده اهو ودخليه الفرن. يلا بقى نعصج اللحمة بتاعتنا. ادي نص لحمة مفروم او ربع لحمة مفروم حسب الكمية اللي انت عايزاها واللي تناسبك. احنا بناخده الافكار ونعمله اللي على قد امكانياتنا وظروفنا. انزلي بالبصل والفصين الثوم وقلبي بقى كده، وحطي حبة زيت الاول عشان هي نزلت مية اللحمة الاول، بعد كده حطت الزيت. وده الصح، ان احنا نتخلص الاول من مية اللحمة وبعد كده نحط المادة الدهنية بتاعتك سواء سمنة او زيت. فلفل احمر متقطع برضو صغير، وفلفل اخضر. وهنحط طبعا ملح وفلفل اسود. حابة تحطي بهارات تاني اللي انت بتحبيها براحتك. ادي معلقة بابريكا والسماق، فلفل اسود والملح. على فكرة بيقولوا ان السماق ده برضو من البهارات الحلوة قوي، وبتدي مزازة للناس اللي بتحب الحاجات دي. يلا كوباية جبنة مبشورة موتزاريلا او اي نوع انت تحبيه برضو تفضليه. وعلى النار اهي، خلاص تمام كده. تعالي بقى هنا البطاطس اللي احنا كنا حاطينها في الفرن خلاص بقت تمام وطلعت. وتعالي شوفي هي هتعمل فيها ايه. شايفة؟ بالقطاعة كده، وقطعيها كأنك بتقطعي شرايح العيش. شايفة؟ حطت بقى خليط اللحمة المفروم ولفت عول البطاطس وحطيتها في الصينية. هتخلصي طبعا الكمية اللي تناسبك وتحطيها كده اهو. شايفين الجمال؟ والله على فكرة هي الوصفة بجد تحفة، شكلها حلو قوي، وطبعا فيها بطاطس ولحمة، يعني حاجة حلوة قوي كده. لفت الرولات بتاعتها وحطت بقى الجبنة الموتزاريلا فوق الوش، وهتزقها كمان في الفرن طبعا الجبنة تسيح وتاخد وش حلو وتطلعها. وكده بتقدمها على طول. وصفة حلوة وسهلة قوي، جربوها ان شاء الله تعجبكم. وان عجبك الفيديو شاركيه مع اصحابك لعل غيرنا يستفيد باللي احنا استفدنا منه. اشوفكم على خير، وما تنسوناش في اللايك والشير. السلام عليكم.